لبان سويس بأسهل طريقة بدون زبدة التوريق، بواحد الخلطة هكذا اللي تخليه يجي مورق خفيف اللي يذوقوا في الدار يكذب بدون زبدة التوريق. الوصفة بزاف بنينة، سجلوها وتبعوني. العجينه تاعنا سهله، في كسرونه نديرو كاس ونص حليب، 5 مغارف كبار سكر، ربع كاس زيت وملعقه كبيره مارغرين ديما، ونزيد مغرف صغيره فارينه، نخلطهم ونحطهم على النار. نفرغها في غيسيبيون، نزيد لها الفانيليا بودغ ولا ليكيد ونخليها تدفى. كي تولي لي دافيه نزيد لها الفارينه، ملعقه كبيره خميره الخبز، ملعقه صغيره ملح وملعقه صغيره خميره الحلويات، بياض بيض والصفار ندهنوا. ديروا الفارينه بشويه وطموها حتى وين تولي طريه، نغطوها ونخلوها تخمر. والخلطه السحريه تاعنا نديروا 2 ملاعق كبار مارغرين ديما باش تمد لها هذيك البنه الشابه، وكيس خميره الحلويات تاع 10 غرام، ونخلطوها مليح. العجينه كي خمرت نديغازيوها ونقسموها على 6 ولا 7 على حسب شحال قسمت لكم. كوروها ونبداو نفتحوها ونديروا هذيك الخلطه السحريه تاعنا بين كل طبقه وطبقه حتى وين نكملوا الطبقات. الطبقه الاخيره ما تدهنوهاش، غطوها وحطوها في المجمد واحد ل5 دقائق بد ما تبرد هذيك المارغرين وترتاح. نديروا في فرينه طويله العمل ونبداو نقلبوا ونفتحوه حتى وين نفتحوها هكا كبيره. ديروا لها فيرميسال، انا رابيت شويه شوكولا، تحبوا كريم باتيسير والزبيب كيما حبيتوا. نروليوها نقطعوها بالخيط ونعبزوها ونغطوها ونخلوها تخمر. ندهنوها بصفار البيض ونطيبوها على 200 درجه وهي سخونه ندهنوها بناباج.